السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جيت لكم اعمل لكم بقى اكله بسيطه وسهله وطريقتها سريعه، ومش تاخد معاكي غلبه لما تكوني مستعجله وعايزه بقى ايه، جايه من بره او جايه من شغلك وعايزه تخلصي الاكل بسرعه تعملي الاكله دي لانها حلوه وطريقتها سهله وبسيطه وما بتغيرش معاكي. كفته مشويه في الفرن، وهتشوفي بقى طريقتها ازاي بقى مع بعض بقى حبايبي. دلوقتي كفته مشويه في الفرن بطريقه سهله وبسيطه وهتعملها اوامر، يعني مش هتغيب منك. فطبعا اول حاجه هتجيبي اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفينها كده، وبعد كده هتجيبي طبعا البقدونس لا غنى عنه لانه بيدي ريحه حلوه في الكفته، فبنجيبه طبعا ونغسله. انا بنقع اي خضره بجيبها من بره بنقعها في خل ف5 دقايق 10 دقايق بالكتير، وبعد كده بتشوفيه لو في اي ميكروب في اي حاجه من الاراضي الزراعيه بتروح، يعني ما تاذيش اي حد. فجبناه غسلناه وقطعناه زي ما انتم شايفينه كده. بعد كده هنجيب بقى طبعا اساسي الكفته البصل، فهنجيب البصل ونقطعه زي ما انتم شايفين كده حتت، يعني ناعم قوي، احنا بنحبه ناعم، ما بنحبش البصل يبقى باين في قلب الكفته، فناعم. وبعدين بصفيه عشان الميه اللي فيه ما تخليش الكفته تتفتح منك او تتهرى، لا تبقى مقسله وواقفه وما تتفكش. صفينا البصل زي ما انتم شفتوه، فالميه بتاعته اهي، الميه بتاعته بصفيها وبحطها في كوبايه وعشان بعمل بيها. هتشوفوا اعمل بيها دلوقتي بعد ما نعمل الكفته. دول برده فصين توم بجيبهم واقشرهم واقطعهم وبتحطهم برده على الكفته، فكل الحاجات دي هتتحط كلها على بعض وهتشوفها بتتعمل ازاي. الكفته دي لو عملتوها بالطريقه دي بسيطه جدا وسهله، هي زي بتاعه الحاتي بس ما تفرقش غير العصيان، فاحنا بنعملها كده على ايدينا، بس هي طعمها زي طعم المطاعم بره، فطعمها جميل جدا وبتخلص في ساعتها يعني ما بتغيبش. ودلوقتي بقى حبايبي هنعمل بقى الكفته اللي هي مشويه في الفرن، يعني بطريقه الحاتي بس من غير عصيان على ايدينا، فهنعملها زي ما هتشوفوا دلوقتي. نجيب البوله دي ونحط فيها. دلوقتي بقى هنقلب اللحمه المفرومه في قلب البوله اللي احنا جايبينها. طبعا المكونات اللي انا قلتها دي مش كلها، ففي تكتين كده هقول لكم عليهم دلوقتي اللي بتخلي الكفته حلوه مصبعه ووافه وما تقطعش منك او تتكسر او تبقى طريه. طبعا البصل احنا فرمناه زي ما قلنا وصفينا منه الميه عشان متبقاش طريه، عشان تبقى ناشفه. فهنقلب برضو البصل زي ما انتم شايفين ماشي. ادي البصل على اللحمه المفرومه. بعد كده البقدونس بقى اللي احنا جبناه وقطعناه هنقلبه برضو عليها كده. يعني هي سهله وبسيطه ومش هتغيب منك، لو انت مستعجله على طول هتعمليها في ساعتها وهتتعودي عليها. الميه دي طبعا هنخليها مش دلوقتي، هنعملها بعدين، هنشوف هنعملها ازاي. هنا بقى ادي فصين التوم هنقلبهم عليها برضو كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى التكيتين اللي احنا قلنا عليهم ما قلتهمش في المقادير فبقول لكم دلوقتي عشان يمسكوا الكفته. صباع الكفته ما يبقاش طري، يبقى ناشف وواقف، وفي نفس الوقت ينفش الكفته وما تقلش. هنحط معلقه صغيره بيكنج باودر على قلب الايه الكفته نفسها زي ما انتم شايفين كده، وهنحط نص معلقه اللي هو النشا كده، نص معلقه نشا عشان تمسكها ما تبقاش ايه طريه زي ما انتم شايفين كده ماشي. هنحط بقى ملح مع بعض، ملح وفلفل اسمر. الفلفل الاسمر برضو بيديها ريحه حلوه في الكفته، فادي الملح كده انا حاطه معلقتين صغيرين ماشي. بدنا بقى الملح والفلفل الاسمر وحطينا الحاجه كلها المكونات كلها على بعض، فهنقلب بقى مع بعض نمزجها جامد قوي عشان ما تبقاش حته فيها وحته لا، زي ما انتم شايفين كده. تمسكيها تمزجيها جامد ما تبقاش فيها حته ايه، ما فيهاش اي حاجه، كلها تبقى زي بعض زي ما انتم شايفينها كده. كلها بس داخله جوه بعض عشان ما يبقاش حته مثلا فيها ملح او حته فيها اللي انتوا حاطينها التومه او حاطين يعني البقدونس بتاعها تبقى حته مليانه وحته مش مليانه، او تبقى كلها متماسكه زي بعض اهو زي ما انتوا شايفينها كده. دلوقتي بقى يا حبايبي عملنا الكفته، عملنا الخلطه بتاعتها وعملناها كلها دخلنا كلها في بعض عشان تبقى كلها متماسكه مع بعض، ما فيش حته وحته او في حته فيها ملح وحته لا، فزي ما انتوا شايفينها كده ماشي. الميه بتاعتها بقى اللي احنا قلنا هنعمل بيها ايه اهي، احنا جبناها دلوقتي وهنحط فيها شويه سكر ونجيبهم
وبعد كده واحنا بنصبع الكفته هندهن منها الميه دي عشان تديها التحميره الحلوه من بعد. هنجيب بقى الشبيكه نحطها اللي هي الحديده بتاعت الفرن، والصينيه دي هنحط فيها شويه ميه وهنصبع دلوقتي ونحطها على الحديده دي ونصبعه. هندهنه بميه البصل. جبنا العصايه دي هنحط عليها الكفته دي بتاعت الكفته دي اصلا، فناخد حته كفته زي ما انتم شايفينها كده وهنصبع فيها هنا على العصايه زي ما انتم شايفينها اهي كده. بعد كده الميه اللي هي بتاعت البصل هتجيبيها تدهنيها كده زي ما انتم شايفين اهي، زي ما انتم شايفينها كده تدهنيها كده، وبعدين تحطيها تخلعيها وتحطيها كده صوابع على الحديده اهي. هنعمل كمان واحده زي ما انتم شايفين، هناخد برضو حته الكفته اللحمه اللي احنا عاملينها ونعملها على العصايه كده زي ما انتم شايفين اهي، وتقومي دايسه عليها كده عشان تبقى ايه ماسكه على الخشبه، وحتى لما تحطيها على الحديده ما تقعش او تبقى سايبه او كده، لا تجمديها عليها. وبعد كده هتجيبي بقى الميه دي زي ما انت شايفاها كده وتحطيها كده اللي هي الميه اللي احنا قلنا عليها دي اهي، حاطين فيها ايه شويه سكر، فتجيبيها وتحطيها وتقومي دهناها وسحباها زي ما انت شايفاها كده اهي اهي، فتطلع لك بقى ايه يعني شكلها حلو. العصايه دي بتظبط الشكل بتاعها وتخليها إيه، طبعا احنا حاطين البيكنج باودر وحاطين النشا فبتوقفها تخليها سلبه وما تخليهاش سايبه. التانية برضو هنمسك حته الكفته كده حلوه وبعد كده هنحطها على الخشبه اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الاكله نفسها سهله وبسيطه وما بتغيبش، يعني انت حتى لو انت جايه من بره او مستعجله او عايزه تعملي اكل بسرعه فعشان تخلصي نفسك الأكلة دي جميلة وسهلة جدا، فبتعمليها يعني ما بتغيبش أوام يعني، بس تصبعيها وتعمليها وبعد كده بتدخليها على الفرن وإن شاء الله بتطلع حلوة معاكي. فادينا عملنا ايه دي الكفتة التانية اهي، وبعد كده بتسحبيها وبتحطيها كده اهي زي ما انتوا شايفينها. يعني تعملي لحد ما تخلصي بقى ايه الكفتة اللي انت عاملاها كلها مع بعض. هنعملها دلوقتي مع زي ما انتوا شايفين صبعناهم بقى كلهم وبعد كده حطيناهم على الشباكه دي زي ما انتم شايفينهم كده، والصينيه اللي تحت دي حاطين فيها الميه، يعني حاطين فيها ميه تحت اهي زي ما انتم شايفينها كده اهي، شايفين الميه؟ استنى ازقها اهي الميه اللي فيها دي عشان لما تغلي تطلع على صوابع الكفته. وبعد كده بقى احنا مع بعض هندخلهم الفرن ولما يطلعوا اوريها لكم شكل دلوقتي بقى دخلناها جوه الفرن كده زي ما انتم شايفين. دي الشبكه بتاعته رصينا عليها الكفته، وبعد كده الصينيه بقى اللي احنا حاطين فيها الميه هندخلها تحتيها كده بالمنظر ده. طبعا بتغلي الميه ما بتغلي تحت بتطلع على صوابع الكفته وان شاء الله باذن الله تطلع حلوه. دلوقتي بقى حبايبي طلعناهم من الفرن دلوقتي وده شكلهم، فهنحطهم بقى في الطبق ده دلوقتي وهنرص فيه تحتيه جرجير وهنرصهم ونوريكم شكلهم. هنا بقى رصينا الجرجير في قلب الصحن زي ما انتم شايفينه كده، وبعد كده هنرص عليه بقى الكفته وهتشوفوا شكلها. بنرصهم بقى زي ما احنا رصيت حبه كده وبرص بقى الباقي، نحط بقى الكفته كلها هنا وده بقى شكلها النهائي في الاخر مع شويه جرجير وشويه طماطم. بصوا بقى شكلها اهو كده. دي كفته طعمها وريحتها خطيره وطعمها زي الحاتي بره في المطاعم ومعموله تحت في الفرن، يعني ريحتها جميله وشكلها جميل وكل حاجه فيها جميله وبسرعه مش هتغيب معاكي وهتتعمل بأبسط حاجه. يعني احنا عملنا كلها بنعملها بسهوله وحاجه بسيطه، ما بنحاولش نعقد الامور يعني. فان شاء الله كده هتعملوها وتجربوها وتكون كويسه معاكم ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجه تصلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.